ظاهرة ديجافو. قريلان اثنان، مدينتان، انتصاران، وقوتان للجريلة. أيا ترى أيهما حقيقة؟ أدلى قائد القيادة المركزية لقوات الدفاع الشعبي هاباكا مراد قريلان ببيان حول آخر تطورات الحرب الدائرة بين باكاكا وتركيا. حسب زعم قريلان أن حزب العمال الكردستاني باكاكا دمر الجيش التركي وهزمه شر هزيمة، وأن الجيش التركي لا يستطيع التقدم ولو خطوة أمام قوة الجريلة. وبالفعل أصبح الجيش التركي عالقا لدرجة أنه اضطر إلى طلب المساعدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأن الباكاكا أباد الجيش التركي في قرية سيدا التي تبعد 6 إلى 7 كيلومترات عن شيلاتزي. كما أكد قريلان خلال حديثه أنه لا توجد أي نقاط وقواعد للجيش التركي شرقي الزاب، ولكن على العكس من ذلك فقد ذكر أسماء العديد من النقاط شرقي الزاب. كما وصف حالة الحرب بعشرات الأسماء مثل تلة جودي وتلة آميدي. عندما يسمع الإنسان هذا يستغرب ويقول كأنني سمعت هذا الكلام من قبل. فيا ترى هل نعاني من ظاهرة ديجافو؟ ما هو ديجافو؟ تعد ظاهرة ديجافو ظاهرة نفسية بديهية وحدثية شائعة تحدث لكثير منا، وهي عبارة عن شعور يتولد لدى الفرد بتكرار حدوث موقف أو مشهد ما بالرغم من أنه لم يسبق وقد حدث فعلا. وهي كلمة فرنسية ترجمت إلى تركيا وتعني شوهد من قبل. والتفسير العلمي الأكثر دقة لهذه الظاهرة ربما يرجع إلى شذوذ الذاكرة حينما تعطي مشاعر خاطئة تقول للمخ بأننا عشنا هذا الموقف من قبل، لكننا لا نستطيع تذكر تفاصيل الموقف السابق أين، متى، وكيف. عندما ظهر قريلان على شاشة ستيرك تيفي في 2 من تشرين الثاني الماضي وقال إن النصر سيتحقق في سيدا، قلت حقا لقد سمعت هذا من قبل، لكن هذا لم تكن من قبل ظاهرة ديجافو وتلاعب أدمغتنا بنا، بل حقا كان هناك حدثان متشابهان. كما كان هناك قريلان اثنان في 2 من آب عام 12، أي قبل 11 عاما و3 أشهر. قال قريلان آنذاك لو قصفتم شعبنا على طرفي الحدود آنذاك ستعبر الجريلة الحدود وتتقدم نحوكم. باتت الجريلة تسيطر على 35 كيلومتر داخل الحدود حول شمزينان. لهذا السبب أقول إن هذا الجانب من الحدود وخارج الحدود أصبح قصة. انتشرت قوات الجريلة في محيط شمزينان، باتت تدخلات الجيش التركي في الجانب الآخر لطرد الجريلة بالفشل. هذا هو الوضع. جبل جومان الذي كثر الحديث عنه وهي التلة المطلة على مدينة شمزينان، أي أنه يبعد عن المدينة ما يقارب كيلومترين، لذلك انتشر الجريلة في المناطق المحيطة. لذلك كان قريلان الأول يقول بأنهم منتشرون في عمق 35 كيلومترا داخل حدود الشمال باكور كردستان. آنذاك كان الجريلة يغلقون الطرق ويسيطرون على حركة المرور والهوية، كانوا يطلقون عمليات لمحاصرة شمزينان. وبعد 11 عاما و3 أشهر هو قريلان يكرر وعود الناصر، ولكن هذه المرة ليس في شمزينان بل في شيلاتزي. وقال قرية سيدا تبعد 5 ل 6 كيلومترات عن شيلاتزي وقد دمرنا الجيش التركي هناك. هل قلت شيلاتزي؟ ألم تكونوا في شمزينان؟ تبعد شمزينان عن شيلاتزي مئات الكيلومترات، حيث تبعد شيلاتزي عن شمزينان 180 كيلومترا هوائيا. لذلك وفي غضون 11 عاما ابتعد قريلان مسافة 250 كيلومترا عن الحدود، واجتاز سيريسينيا، شميجو، كوراجار ووادي الزاب وتوجه صوب سهل نينوى، بينما يروي قصة انتصار في جنوب شيلاتزي. هذه ليست ديجافو، هذه قصة كاذبة. هذه المرة أدمغتنا لا تتلاعب بنا ولا نعاني ديجافو، بل هناك حقيقة على الساحة، وهي أن قريلان ترك شمزينان وراءه وجاء إلى حدود سهل نينوى، أي أن القصة كذبة، وأن هذه القصة الكاذبة مستمرة منذ ذلك الحين. كل ما يقوله قريلان حول الحرب ووضع الجريلة وتكتيكات حرب الأنفاق غير صحيح، كل ما قيل ويقال كذب. يتحدث قريلان بلا خجل عن نظرية الانتصار وحماية كردستان. قريلان بارع وحذق في تلفيق الأكاذيب. نعم، تلقت الباكاكا هزيمة مدوية في هذه الحرب. لا توجد حرب في باكور كردستان. قامت الباكاكا بتسليم كافة الأراضي التي كانت تسيطر عليها في الماضي إلى الدولة التركية. وعندما نقول هذا يقولون لنا إنكم موظفون لدولة تركيا وإنكم تحمون الدولة. كلا، على العكس من هذا. نريد أن يرى الكرد هذه الحقيقة ويفهمونها. فكذب الباكاكا نحن ننتصر ونقاوم هو وحده ما يضر الكرد. ولكي لا يقتل ويموت المزيد من شباب الكرد من أجل هذه الحرب العبثية والتي لا هدف ولا معنى لها، يجب تفنيد هذه الأكاذيب وفضحها.
ينبغي أن لا يدفع الكرد ضريبة هذه الحرب الخاسرة المدمرة. يجب أن لا تهاجم البكك إنجازات إقليم كردستان ونضال بيشمركة كردستان بسبب هزائمها وإخفاقاتها. فالدولة التركية تعلم جيدا ما يدور في جبهات القتال، كما يعلم أهالي بادنان جيدا أن البكك لم يبقى لها وجود لا في حفطنين ولا خوكورك ولا بارواري بالا ولا الزاب. فعندما يقول قريلان هناك مقاومة ملحمية في قرية سيدا كملحمة قلعة دمدم، ألا يعلم أن قرية سيدا قرية صغيرة بوادي آفاشين لا تمتلك أي ميزة استراتيجية، كما لا تمتلك أي تأثير في قلب موازين المعركة جغرافيا. ولكن إذا كانت الحرب محكوم عليها بسيدا فهو مؤشر على أنه لم تبقى أي قمة أو جبهة استراتيجية في أيديهم. لا صحيح من بين أقوال قريلان إطلاقا، لا شيء من التصريحات التي أدلى بها قريلان في هذه المقابلة الصحيح، إلا أنه باستطاعتنا صياغة رواية خرافية من كلماته. يقول قريلان تم إسقاط وتدمير 11 مروحية حربية لدولة تركيا في معركة العام 22 وإعطاب 80 مروحية أيضا، وبالمجمل تم إعطاب 91 مروحية قتالية. ولم يحصل في هذا العام، ربما جرى إعطاب ما بين 4 إلى 5 مروحيات، في حين ليس هناك طائرات مروحية تم إسقاطها. ما السبب في ذلك؟ لأنه لا يقوم في هذا العام بالإنزال في الأراضي بل في مراكز الحزب الديمقراطي الكردستاني. كلام قريلان هذا كله كذب محض. فهل تعلمون لماذا لم تعد الدولة التركية تقوم بإنزال الجنود في الأراضي كما كانت تفعل من قبل؟ لأن كافة قمم وتلال المنطقة تحت سيطرة الجيش التركي، ولا يحتاج لأماكن أخرى لإنزال الجنود. تقوم الدولة التركية بإنشاء طرق أسفلتية من منطقة جالي إلى الزاب وآفاشين ومنطقة نير والريكان. تصل أرتال الجيش التركي من جالي إلى منطقة زاب وآفاشين عبر الطريق الأسفلتي في وقت قصير. المكائن والجرافات التي يتحدث عنها قريلان تم جلبها من جالي إلى المنطقة. لم تمر أي جرافات عبر شيلادزي ودير وآمدية إلى تلك المناطق، بل لم تمر أي مركبة قتالية صوب مناطق الحرب قادمة من الإقليم. تحاول البكك بفيديوهاتها المفبركة توثيق أكاذيبها. لا شيء مما يقوله قريلان أو كالكان أو بايك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صحيح، فالبكك وهبك لم تحقق أي انتصارات. الهدف من حرب البكك هو فقط من أجل إطالة عمر تنظيمها لا غير، والمتاجرة بقوتها في بازارات العنصريين الشيعة والعرب والأتراك، وحماية أرواح قادتها من وراء ذلك. هدف البكك من قولها الحزب الديمقراطي الكردستاني والأتراك يستخدمون نفس المراكز والمقرات هو من أجل جعل إقليم كردستان وقوات البيشمركة الكردستانية هدفا لميليشيات الحشد الشعبي. فعموم شعب إقليم كردستان وجميع القوى الإقليمية تعلم جيدا حقيقة هذه المسرحية السياسية العسكرية التي تعرضها البكك.